شو سبب توقيف روان بن حسين؟ تام حسن متهم بالشتائم في رمضان. هل قصة مسلسل ماجي بوغصن مسروقة؟ فريدة سيف النصر الحجاب لعمر 60 فقط. فيفي عبده منورة بأحدى الظهور، ولكن دهون دنيا بطمة تلفت النظر، إضافة لإطلالة بلقيس في باريس. ويلي ما شاف عرس سلاوي ما شاف شي، ومواضيع أخرى. مثل العادة ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. ترند هيدا الأسبوع وحديث مواقع التواصل كلها كان عن توقيف روان بن حسين بالإمارات لعدة أسباب، منها أنه راحت كان بدها تاكل لوح شوكولا والمحل مسكر وفاتت واكلته بالقوه، بلا بعدين يجيبوا لها مجموعه من الشرطه وتصير في مناكفات بيناتهم. خلينا نشوف كيف اخر فيديو لها قبل ما يتم توقيفها ونعود للتعليق. تخيلوا الحين بابا كلمني كان يقول لي في شرطة برا البيت ينطروني. اللي سويته في أبوي عمري ما أنسالك. كلمة أبوي اللي بقى عندي بالدنيا. اللسان تقيل والمود عالي. ذكرتني بقطاطة بمقطع مصري: أنا بريئة، أنا مظلومة، أنا تلعب بيا ولا تحت الأرض. رأيتي كيف بدك العالم تتعاطف معك وتحب تسمع قصتك وما تحكم عليك وانت طلعتي لي دايخه وبنص لسان. الله اعلم شو شاربه وشو حاشه قبل المقابله. مبين من تصرفاتك اخر فتره على السوشيال ميديا انك صرتي انسانه منك طبيعيه، في اشياء عم تعمليها ودتك لهون. لا، وعاملي الغلطه وطالعه على السوشيال ميديا تنعي وتحكي يا اختي فيك شيء مش مزبوط وواضح. من كم يوم مصورة فيديو قال شربت كحول مع نوع معين مرق، يعني ما قالي عين اقول شو هن هودي القصص اللي حكيتي فيها. طبيعي اخرة هيدي القصة انه يتم توقيفي. يعني ما بتمنى الشر لحدا، خصوصي انها ام وعندها بنت وعندها اخوة ومسؤوليات وبيا، على القليل تنحط بمصحة لتتعالج، لانه المرحلة اللي وصلت فيها من هيدي الامور يعني يرثى لها. ان شاء الله انه يتم معالجتها بدل سجنها، لانه في مسؤوليات برقبتها لهيدي البنت. مثل ما بتعرفوا الممثلة المصرية فريدة سيف النصر سبق وتحجبت لمدة 2 سنين ورجعت شلحت الحجاب. خلينا نشوف شو جاوبت لما المذيعة سألتها عن سبب خلعها للحجاب. الحجاب ده حاجة جميلة جدا، بس أعتقد إن أنا خلاص عديت المرحلة دي. الشرع إزاي؟ القواعد، يعني طالما أنت تخطيتي 60 سنة مش قواعد تقلعي الحجاب. من حقك شرعا. نطالب الجامع الأزهري بضم الشيخة فريدة سيف النصر لفرقة الشيوخ من بعد هالتصريحات والتشريعات الجديدة في الدين. حلو هيدي انه بتتحجبوا لعمر 60، بعدين بعد عمر 60 بيتقاعد الحجاب، بيروح على نهاية الخدمة، ببطل له مفعول ولا تحت الأرض. رأيتي؟ لا، وبكل ثقة عم تحكي بالشرع وبالدين وبخترع دين جديد. الأخت يا اختي انت حرة، بدك تشيلي الحجاب بدك تحطي الحجاب، شي بيرجع لك، خيار شخصي. بس تجي وتعملي فتاوى من عندك هيدي جديدة علينا. فلو سمحت تحكي بالتمثيل وبالاشياء اللي بتفهمي فيها. انا وما لي عين احكي بهيك مواضيع، لا وبكل ثقة. انتشر فيديو لفيفي عبده مع أحد الصحفيين شكل جدل كبير لسبب غريب. خلينا نشوف شو هو. لا قمر ما شاء الله عليك، والله العظيم يوم جميل، يوم جميل. اللي جميله قمر، بس انا طالعه سمرة هنا ليه فين ده؟ مش هو واقفين قدام الاضاءه، ما تبقوا كده. اوعى من قدام الاضاءه عشان وشنا يبان. ده برضه السمر ليه؟ انا طالع كده وقطع في الكاميرا. لا يا موزة يا عمي اوعى وشك. لا بقول لك ايه، نورت والبرنامج منور وانت كنت منور. منور والله، والبرنامج منور، وهو في شغله وحيده منوره واخده كل الاضواء بهيدي الفيديو اللي تحت الارض ذنوب على الفاضي.
يعني كل العالم عم تطلع بالرمان صاير مكرمش ومطعج خلص. هلا بهيدا العمر ما بقى محرز نطلع، خلص رقصوا كتير وطجوا كتير وعملوا ضجة كبيرة، صار وقت نريحهم نعطيهم معاش متقاعدة ويتضبضبوا شوي. عم بيقولوا لك الو يا حتقول كل شوي تظبط الكاميرا، عم يقولوا لك من فوق الو الو اخدين الاضواء كلها، نحن ما حدا عم بيطلع بالوجه بقى، يعني التكرمشات لفتت الانظار. ما عم نقول هيدا الشيء منو طبيعي وهيدا الشيء منو ما بيصير عند الانسان، بس مش ضروري نفرجيه لكل الجمهور. عشوائي رح تحطوا لنا الكاميرا بالنص لا اذا ما كنا منتبهين لننتبه. بأحدث مسلسل لتيم حسن وكريس بشار يلي هو تحت سابع أرض، مسلسل حلو ومشوق فيكم تحضروه، نتفاجأ بجملة صارت ترند رددها تيم، خلينا نسمعها بشكل سريع ونعم. شي ابن أحبه، أخو أحبه، أولاد الأحبه. شكر كبير لكاتب العمل ولأولاد الأحبة يلي عم يعرضوا لنا هيدا العمل برمضان واللي تحت الأرض. ريتكم هلا للصراحة وبلا مزح أنا لقيت هيدا الشيء طبيعي، إنه بالنهاية تيم حسن أخذ دور شخص زعوري، ما رح يقول مسيو جنتلمان وولاد البابي والمامي، لا بده يمكن يستعمل يلعب على الكلام كيف انا بلعب بالكلام، صورة تذكارية ورمان وخيار وتضاريس، لانه نحن ناس مهذبة بدنا نوصل رسالة معينة بطريقة بتنفهم على الميلتين. فانا برأيي هيدا كان تزاكي بالحكي، وكتير كانوا قاسين بالتعليقات انه ولو معقول شو هالانحطاط، لا ما هو كمان اخذ دور حدا زعوري، يعني ما رح يجي يحكيكم بالاتيكيت بالاخر. نشرت ماجي بوغصن فيديو لها بيجمعها بطاقم عمل مسلسل بالدم عم يحتفلوا بنجاح المسلسل. انا صراحه لو محلهم بستحق احتفل مع انه المسلسل ناجح ومحقق نسب مشاهده كبيره، بس انه ما شاء الله المنافسه مقطله بعضها. المسلسل اللبناني الوحيد يلي عم ينعرض برمضان وحيد على الدفعة أكيد بده يكون بالمركز الأول، فما في داعي لهيدا الحركات. مش هون القصة إنه كتير عم يتهموا كاتبة المسلسل بالسرقة، خصوصي إنه في امرأة لبنانية تدعى غريتا الزغبي اكتشفت بعمر ال40 عن طريقة زمرة الدم إنه مستحيل أهلها يلي عم بيربوها يكونوا أهلها، ورجعوا بعدين بيا وأمها علقوا مع بعض وصاروا يشكوا إنه في خيانة زوجية، لبعدين يكتشفوا إنه أصلا غريتا مش بنتهم وتم تبديلها بالمستشفى. ومثل ما بتشوفوا الأحداث نفس ذاتها يلي صارت مع غريتا. هلا أنا ماني مع استعمال كلمة سرقة لهيدي القصة، فينا نقول اقتباس، لأنه هيدي القصة صراحة صايرة أكثر من مرة بلبنان وبعدة دول أخرى، بس يمكن لأنه آخر شيء علقت براسنا هي قصة غريتا. وبنفس الوقت بدي أشكر الكتاب أو صناع هذا العمل لأنه عم يلفتوا على نظر بالمسلسل على تجارة الأولاد يلي كانت تصير خصوصي بلبنان بفترات السبعينات والثمانينات، لما كان في عالم يجيبوا أولاد بطريقة غير شرعية أو حتى يكونوا ما بقى قادرين يربوا أولادهم فيروحوا ويبيعون، في منهم يبيعون على أوروبا على النرويج على السويد وعلى دول أخرى، وفي منهم يبيعون هون وما يعودوا يعرفوا عنهم أهلهم أي شيء. والملفت بالنظر أنه ريما كركي على قناة الجديد بسنة 2019 مثل ما بذكر عملت برنامج بيحاول يفتش عن أهل هودي الأشخاص يلي عم يجوا من أوروبا ومن دول أخرى لحتى يعرفوا مين هن أهلهم، ولكن للأسف هيدا البرنامج توقف وكل هيدي الأسرار وشو كانت يصير بالخفايا كلها تخبت وما عدنا عم نعرف عنهم شيء. فإن شاء الله من تحت راس هيدا المسلسل يرجعوا يفتحوا نظرهم على هيدا الموضوع ويرجعوا هودي الأولاد على لبنان ويساعدون العالم لحتى يقدروا ويلاقوا أهلهم البيولوجيين إذا بيهمهم هيدا الموضوع. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. دنيا بطمة خرجت من السجن وعلى طول عم تنتشر لها فيديوهات على مواقع التواصل، أبرزها هيدا الفيديو، خلينا نشوف ليش. صحة دنيا بصحتك. صحتك.
كنا بدنيا وحدة صرنا بدنيات. هيدي ما شاء الله دنيا بطمة حجم عائلي اكسترا لارج. انا على علمي الواحد يا جماعة بس يطلع من السجن مثل ما بنشوف بالمسلسلات بيطلع دميم وضعيف. ما شاء الله عنا ممخلية ومنبقاية شكلها كانت مسؤولة عن مطعم السجن، اكلي كل شيء وتركت لهم الخبزات، عاملة الريسي ونيك يخزي العين عنك يا بطمة. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. تواجدت بلقيس بمناسبة للموضة بباريس. خلينا نشوف كيف كان ظهورها. إطلالة رائعة جدا، كتير ذكرتيني بجوني ديب بفيلم إدوارد تبع الأيدي المقصات. ولتحت أرض ريتك على ريت. هيدي الإطلالة أختي بكير على الهالوين، خصوصي مع الشعر المبلول والجعدة، وعملت لي إيديها هيك بس كان ناقصها سياخ الحديد وبتكمل مع الإطلال. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. سيلاوي وخطيبته او مرته ما بعرف شو بدنا نقول هلا قرروا يحتفلوا بزواجهم بالثلج بلبنان. خلينا نشوف مشاهد سريعه من هيدا الزواج ونعود للتعليق. ما في شيء طبيعي ابدا بهيدا الفيديو. اطلالات بتقطع الرزق ولا تحت الارض ريت. شو هالبدله هيدي اللي لبس لي اياها يا خيي؟ شو يعني كانه طالبها اونلاين وطلعت واسعه وما لحقت تبدلها؟ ولا مستعير البدله من البابا؟ ولا العروس كمان فستان اطول منها ومخبايه وكل الوقت؟ شو هذا؟ اما طريقه المشي كيف فايتين علينا مثل لما يجي البطريق من بعد رحله الصيد بالقطب الجنوبي ليطعمي اولاده السمكات. يعني ولا شيء طبيعي بهيدا الفيديو. على السريع بس تخلصوا العرس ضبوا الكاسيت وضبوا الشريط واوعى تفرجوا لاولادكم مستقبلا احسن ما ينصدموا بهالشوفات يلي شفناها. ولي تحت الارض ريتك جرسينا. محل ألبسة استعان بهيدي الموديل العراقية اللي كلنا ما بنعرف اسمها لحد هلا، مجهولة الهوية بس ما في حدا ما بيعرف شكلها. خلينا نشوف كيف روجت له لمحل الثياب تبعه. كلكم سامعين بالجن العاشق بس ما نكون شايفينه. بس هلا باكد لكم انه كلنا شفنا الجنيه العاشقه بالصوت والصوره ولتحت الارض. اولا بسم الله وثانيا بسم الله واستغفر الله العظيم. من بعد ما تشوفوا هالفيديو ضروري ترددوا هيدي العبارات. على شو بدنا نعلق؟ تنعلق على الحواجب الرائعة يلي عملت لي فيهم مثل قرون الجاموسة، ولا على الجسم الخزيق اللبيس موديل ما شاء الله، يعني بس يشوفوا البنات التياب راح يموتوا ليشترون، ولا على المكياج الرائع يلي هرباني من حفلة هالوين ولا تحت الأرض. يعني ضروري صاحب المحل يا أخي تروح عند شيخ روحاني ليفك عنك التعويذة، لأنه ما بنعرف كيف قنعتك وجايبتك لعندها لحتى تعمل لك موديل للتيابة. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. صيام مبارك للجميع إن كانوا مسيحيين ولا مسلمين، كلنا صايمين مع بعضنا. شو حلو هيدا الشهر. شكر خاص لريري، شكر خاص لسارة النعيمي ولمارك قصيفي ولجميع الأشخاص يلي عم بيساهموا بتقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي من خلال ميزة السوبر تانكس. شكر عميق ومن كل قلبي لجميع أصدقائي على انستغرام يلي عم يتحفونا بهيدا المحتوى الجميل بالتواصل معي عبر الانبوكس. إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم شيء لحتى ما يفوتكم أي شيء جديد إنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.